السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وأحوالكم تكون طيبة. اليوم بإذن الله بغيت نشارك معكم واحد الطريقة ديال البيتزا اللي ساهلة وبسيطة وناجحة. ندوزو المقادير والطريقة ديال التحضير. عندي في المقادير 2 زلايف اونص ديال الدقيق، عندي 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، عندي الماء دافي، الملحة، معلقة مع مرش ديال الخميرة معجونة، شوية ديال الزعتر مطحون. ندوزو للطريقة ديال التحضير. هنا أول حاجة كناخدو الدقيق 2 زلايف اونص كبار، مع شوية ديال الزعتر مطحون، مع معلقة مع مراش ديال الخميرة معجونة، مع معلقة صغيرة تقريبا ديال الملحة، وكنجمع العجينة ديالي بالماء دافي. كنبقى كنضيف الماء حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. من بعد كنضيف الزيت ديال الزيتون تقريبا 4 ديال المعالق كبار، كنديرها في بواطه وكنخليها. انا هنا خليتها بارده حتى لغت ليه عاد باش خدمت بها. بالنسبه للحشوه الاولى ديال البيتزا عندي فلافل مقطعين الوان، وعندي البصله مع الثوم. بالنسبه للحشوه الثانيه عندي الدجاج مع البزار والملحه. بالنسبه والزيت. بالنسبه للبيشاميل عندي الحليب ومعلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه ديال الدقيق. هنا اول حاجه خديت داك الفلفله حمراء وصفراء وخضراء، وكما شفتوا بصله. هنا زدت الحشوه الثانيه عندي فيها الدجاج، درتو في مقله مع شويه ديال الزيت، كنضيف عليه شويه د الملحه وشويه د البزار. بالنسبه لاصوص بيشاميل كندير معلقه ديال الزبده مع معلقه ديال الدقيق، كنحركهم مزيان كما شفتوا. من بعد كنبدا نضيف الحليب وكنحرك مزيان. هنا من بعد ما عقد ليا داك الخليط كنضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الفرماج محكوك. هنا كما كتشوفوا العجينه كما قلت لكم انا خليتها عجنتها في العشيه وخليتها حتى لغت لي عاد باش خدمت بها. كتجي ما شاء الله ناجحه كما شفتوا. كناخذها كنشكلها على شكل كرات. انا هنا درت 3 ديال الكرات كما شفتوا. كنبقى نضغط عليها من الجناب باش كنخلي داك الجناب عاليين، وكنخدم غير داك الوسط. كنبقى نطلقها ونخليها ترتاح واحد شويه ونولي نطلقها. انا هنا طلقتها فوق ورق ديال الزبده كما كتشوفوا. كنبقى ديما كنضغط على الوسط مزيان وكنخلي الجناب. هنا من بعد ما طلقتها مزيان كندير لاصوص بيشاميل. من بعد كنضيف شرائح ديال الموتزاريلا، من بعد كنضيف الدجاج اللي كنت شحرت مع الزيت والملحه والبزار. بالنسبه للبيتزا تقدروا تصايبوه باي حاجه عندكم، اي حاجه متوفره. من بعد هنا كنضيف بصله خليتها عاديه ما صوتيتهاش. من بعد كنضيف فرماج حمر محكوك، وهنا دزت البيتزا الثانيه اللي فيها لاصوص ديال المطيشه وفيها الطون والفلفله. كما شفتوا كندير لاصوص، من بعد كندير الموتزاريلا وكندير الفلفله اللي كنت صوتيت مع الزيت. من بعد كنضيف الطون وكنضيف شويه ديال الفرماج محكوك. هذه بالنسبه للبيتزا الثالثه درت فيها لاصوص بيشاميل ودرت فيها الموتزاريلا، وضفت داكشي اللي بقى ليا ديال الدجاج والفلفله حتى هي والطون. كما شفتوا وحده درتها بالطون والفلفله، وحده بالدجاج مع البصله، وحده درتها بالطون والفلفله والبصله والدجاج. كندخلهم للفران وكنخليهم حتى كيوجدوا. كما شفتوا هنا من بعد ما وجدت لينا البيتزا صراحه كتجي رائعه وكتجي لذيذه. كما شفتوا بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. انا حليتها معكم، حليتهم كلهم باش تشوفوهم.
صراحة كيجيو لذاذ بزاف. هذه بالنسبة اللي فيها الدجاج، هذه ديال الطون، وهذه اللي هي اللي درت فيها الدجاج والطون والفلفلة. كان هذا هو اقتراحي لكم اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.